صباح الخير. النهاردة أول يوم في مشروع التخرج. الساعة دلوقتي 8:وتلت. لسه حاجتي والاستندات. بجد متوترة قوي بس إن شاء الله خير. عايزة أعمل لكم بس اوتفيت تشيك. الاوتفيت بتاعتي النهاردة يا جماعة أنا بجد مرعوبة، بطني وجعاني قوي. بطني موجعتنيش كده من أيام امتحان فيزياء ثانوية عامة تقريبا. بما ان التواليت لسه ما خلصتش، لسه معايا شويه ستيكرز قلت احطها على اللوكر بتاعي عشان حاسه ان انا محتاجه اسيب بصمتي في الكليه قبل ما امشي. صباح الخير. النهارده تاني يوم ومشروع التخرج. التواليت اللي انا المفروض كنت هشتغل عليها خلصت وهروح دلوقتي استلمها. انا بجد حاسه ان انا قلقانه قوي، واول ما عرفت انها خلصت بطني وجعتني. اللي هو يعني انا هبدا دلوقتي لا مش عايزه ابدا دلوقتي بس محتاجه ابدا دلوقتي، فيلا بينا. انا معرفش مين اللي هيخلص على مين. نزلت اجيب ايس كريم، حضرت اول لوحه لسه بحضر في الباقي. الموضوع متعب قوي وانا كتفي وجعني. والوضع عامه مش مستقر بصراحه، الدنيا كلها متوتره وكل الناس بتاخد حاجات كل الناس بطريقه مستفزه كل الناس، بس خير. لسه مخلصه تحضير التواليت. شهد دي مشهورة وانا متوقعة بعد الفيديو ده ما قلت 20 سنة هتكون فنانة كبيرة جدا. يا رب كلنا كبيرة، كلنا هنبقى فنانين. انا معانا وعندنا مسارنا. وأميرة طبعا فنانة عريقة مش محتاجة، هي من دلوقتي وهي فنانة. ليه كده قوي ستار؟ يا ريت بنعرف بقى الناس اللي هيشوفوا بقى ايه شهد؟ انت اللي عاملة لنا بقى كلام سودا. اتفضلي صورتي دلوقتي. كده ايه؟ بس عندك حاجه في الحوض دلوقتي. يعني هي البنت تعبانه الفتره دي ان شاء الله برضو. ربنا كلنا معاها بصحتنا يا رب. ان شاء الله كلنا صحتنا تبقى هنعمل حلوه حاجة واحسن كويسة. احسن بكتير. بس احنا عليها دلوقتي. بالتوفيق لينا يا كنت رب. اقول لكم ادعوا لنا يا حبايبي بس احنا بقى ندعي خلاص عدى. يعني ادعوا لنا ايه؟ ادعوا لنا برضه، ادعوا لنا وخلاص اي دعوه. صباح الخير. النهاردة تالت يوم من مشروع التخرج، وحاسة ان هو يعتبر اول يوم عشان النهاردة هنبدأ الشغل الجد بقى. اول يوم ظبطت مكاني، تاني يوم جبت التواليت وحضرتها وحطيت اول طبقة. النهاردة هنبتدي نشتغل، نحط ازاين، نحط الوان، ان شاء الله خير. انا حاسة ان ربنا بيختبر صبري بالمشروع ده. التوال يا جماعة خشن قوي، خشن لدرجة ان هو بجد الالوان اللي متحط عليه محتاجة احط طبقات كتير عشان اخفي المسام. قاعدة بصنفر التوال دلوقتي، حاسة ان النتيجة احسن شوية من الاول. خير. صباح الخير. النهاردة اليوم الخامس. اليوم الرابع كان امبارح الجمعة، فما صورتش فيه حاجة عشان كان اجازة. غيرت شوية في القعدة، عكست القعدة بقت عاملة كده، بحيث ان احنا بقينا عاملين تقريبا زي فوضى في الاتيليه، عشان كنت حاسة ان انا مكشوفة قوي على اي حد داخل من بره بيشوف كل حاجة انا عاملاها. احنا كان قاعدة في نص الاتيليه فالوضع مكانش احسن حاجة. النهارده اليوم السادس من مشروع التخرج، وبالنسبة لي هيبقى أول يوم. ليه؟ عشان أنا غيرت الفكرة. أنا عارفة إن دي حركة متهورة قوي، وأصلا امبارح ما صورتلكوش كتير، كنت قاعدة مشغولة قوي في المشروع. وبعدين في آخر اليوم
جالي انهيار وحاسه مش مرتاحه خالص، وحاسه ان انا مش هقدر اكمل الفكره اللي انا شغاله عليها دلوقتي. حاسه ان انا مقيده قوي فيها، مش عارفه اعملها براحتي، ومش عارفه اعملها اكاديميا من غير ما اكون حاسه ان انا متكتفه. فغيرت الفكره خالص، وقررت ان انا هعمل عن الاقصر زي ما كنت اصلا ناويه اعمل في الاول. عشان اصلا كنت عايزه اعمل عن الاقصر، بس بعدين غيرت وحسيت ان انا مش عارفه اعملها لما كنت تعبانه وكده، فغيرت الفكره. ودلوقتي انا رجعت لها تاني عادي جدا. عدى 5 ايام عادي جدا، مش عادي قوي بصراحه، انا متوتره جدا بس ان شاء الله عنها. بس انا حاسه ان انا مرتاحه وواثقه من نفسي اكتر وانا شغاله على الفكره الجديده، فان شاء الله خير. ابديت خلاص في اخر نص ساعه في اليوم، انا بجد مبسوطه ان انا غيرت الفكره. ده احسن قرار عملته من اول ما بدات مشروع التخرج. النهارده اليوم السابع كده، النهارده هنخلص اول اسبوع من مشروع التخرج. حاسه ان انا تمام عامه، جسديا مش تمام بس نفسيا احسن بكتير من الاول. امبارح زي ما كنت شغاله على الفكره الجديده، والحمد لله الدنيا احسن بكتير، وكلمت مع الدكاتره وحاسه ان انا مرتاحه كتير قوي عن الاول. انا كنت اوريدي عملت اول طبقه تحضير في اول لوحه، دلوقتي هدخل بالالوان. انا اوريدي بدات شغل في السما، وهعمل في الالوان بتاعه الباقي. وبعد كده بقى بعد ما اخلص التحضير هجيب بقى تو ليست بتاعتي، واجيب كل حته واقسم انا هخلص كل حاجه امتى. عايزه النهارده اكون مخلصه جزء كبير من اللوحه دي ان شاء الله، فربنا يقدرني يعني. بس انا مبسوطه عامه من البروسيس لحد دلوقتي، مع انه حصل لخبطه، بس انا ارتحت بشكل كبير قوي عكس مما كنت اتوقع في الاول. فيا رب ده يكون خير. عامة كنت مش هتقع دلوقتي حالا. دي الاريا اللي انا شغالة فيها، محتاجة احسب ضيع وقت شوية. جماعة بغض النظر عن الدوشة الموجودة، النهاردة اليوم 9 تقريبا، أنا متأخرة شويتين 3 بس إن شاء الله أخلص يعني. بس عامة لا، عمري يعتبر مش حبيت. صباح الخير. النهاردة اليوم 10 عدى 10 أيام من مشروع التخرج. لسه الأتelier فاتح حالا الساعة 8 الصبح، ومحتاجة بجد النهاردة أخلص اللوحة. أنا بجد كل يوم بقول إن أنا هخلص اللوحة واللوحة مش بتخلص، بس يعني على الأقل عايزة أكون مخلصة 90% منها، 95% منها، وأبدأ في اللوحة التانية إن شاء الله إن شاء الله. تحفة خطيرة، وريني ايه ده، تحفة جود جوب تحفة بس هاخدها منك عشان بتغيظي زميلتك في الجامعة. انتي نايس، انا نايس. ماشي ايه يعني نايس يعني لا مش 50-50 انت جاي توقعينا ولا ايه؟ النهارده اليوم 12 مشروع التخرج. صباح الخير. النهارده اليوم 13 من مشروع التخرج. ماما عملت لنا دونتس.
فين؟ شايفه فينا مني ليه؟ ايه؟ عشان نزلت خالص اه زي كده. ايوه. عشان بتجزع قوي من الدونتس ان هي بتبقى مليانه زيت. وسكرها مظبوط. يعني الدونتس برضه انا كانت مشكلتي معاها بالهنا هي والشفا. بتبقى بتجزع قوي، لكن دي بصراحه سكرها مظبوط وفعلا مش هلبس ايه دول بقى صباح الخير. النهارده اليوم 15 من مشروع التخرج. النهارده بدأت متأخر شوية، رحت جبت قهوة من مكان جنب الكلية وكان بصراحة مش أحسن حاجة خالص. بتاعت سلانترو أحلى، بتاعت TPS أحلى، بتاعت بريدفاست أحلى. طبعا أحلى واحدة بتاعت سلانترو معروفة والبوشن الدوشي فتمام. فدي غلطة مش هكررها تاني وبعد كده هجيب من سلانترو عادي جدا. بحاول أعملها في البيت بس هي مش راضية تطلع مظبوطة خالص، فأعتقد فقدت الأمل، مش عارفة. دلوقتي الساعة 9 وشوية I guess. اوكي الساعة 10 إلا 5. فده يوم انا هبدأ فيه متأخر قوي بالنسبة للوقت اللي ببدأ فيه في العادي، بس ان شاء الله هنجز عشان انا حاسة انا ابتديت اتوتر شوية بما ان عدى اسبوعين. بس ان شاء الله خير، يعني ان شاء الله. دلوقتي انا باخد بريك، ما صورتش من اول يوم عشان كانوا مشغلين اغاني، فلو كنت صورت كنت هبقى كوبي رايت. فباكل وقاعدة اتفرج على فيديو يوتيوب وبعد كده هكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذة ندى عمرو، احساسك ايه بعد ما طفشت القفل؟ احساس ان انا قويه. احنا نقدر نعمل كل حاجه. مش محتاجين رجالة بما ان النهارده السبت يعني. بالظبط يا جماعة جيت النهارده لقيت المفاتيح بتاعة القفل واقعة من الميدالية بتاعتي، بس نجحنا في ان احنا نعمل كده، وبعدين بقى نشوف هنحل الدنيا دي ازاي بكرة. بس الحمد لله هعرف اجيب حاجتي عشان انا كنت امرأة في ورطة بجد. ما علينا. صباح الخير. النهارده اليوم 19 من مشروع التخرج. 17 و 18 كانوا اجازه. يوم 17 قعدت سكتش كده على الايباد اشوف الدنيا ماشيه ازاي. يوم 18 كله اخدت اجازه. يا جماعه بجد الموضوع كان غريب قوي. قعدت اتفرج على افلام، قعدت مريحه، كنت بحاول على قد ما اقدر ما افكرش في اي حاجه لها علاقه بالمشروع، وبجد كنت يعني قاعده بفرك، بس كنت بجد محتاجه البريك ده عشان انا الفترة الجاية تقيلة والفترة اللي فاتت كانت تقيلة برضو، فكنت بجد محتاجة في النص فاصل خلاص دماغي دي اشد الفيشة شوية واريح. فحاولت اعمل ده على قد ما اقدر. النهارده بقى محتاجة اشتغل شوية. عملت بلان كده الحاجات اللي المفروض هعملها كل يوم الفترة اللي جاية، ان شاء الله امشي على البلان دي يا رب، والوقت كده يبقى مساعدني والوقت يبقى فيه بركة بتمنى، عشان انا ابتديت اقلق. ومن بكرة هنبقى داخلين في رقم اللي هو بكرة هنبقى داخلين في العشرينات اللي هو يوم 20 يوم 21، فهنبقى بنقرب. فأنا قلقانة. خير. صباح الخير. النهارده اليوم 20 من مشروع التخرج. انا خايفة. انا حاسة ان انا ابتديت قلق شوية. لسه واخدة بالي ان انا حرفيا مصورتش اي حاجة في اليوم، بس هو اليوم خلص والساعة 9:30. صباح الخير. النهاردة اليوم 21 من مشروع التخرج. النهاردة انا ملقتش تلج في الفريزر فقطعت. ده بيشرح قد ايه انا تعبانة، بس عشان هركز. بس انا مش عارفة عامة، بس يعني عايزة اعمل اي حاجة تخليني احسن عشان اعرف اركز. جبت ايس كوفي دي من TPS، اتمنى ان هي يبقى طعمها حلو، عشان طعمها طلع مش حلو انا هعيط تاني.
كويس، مليانة لبن قوي بس كويس. النهارده حاطة شوية جولز، عايزة اقعد اركز، عايزة ما اقومش كتير او يعني اقوم فترات قليلة عشان ما اتعبش. هلو النهارده اليوم 22 من مشروع التخرج، وانا اعتقد ابتديت اهدى شويه. امبارح اشتغلت نوعا ما كويس، مش اللي انا كنت عايزاه بس نوعا ما كويس. انا مكملتش اصلا الفلوج بتاعت امبارح او اليوم بتاع امبارح عشان الكاميرا فصلت وانا نسيت ما اشحنها، واصلا دلوقتي الساعه 12 فكنت بشحنها من الصبح. رحت جبت ايس كوفي كوستها قد وشي حرفيا، ومحتاجة واحدة تاني عامة بس اوكي. بس قاعدة بشتغل دلوقتي وحاسة انه في امل شوية. صباح الخير، النهاردة اليوم 23 في مشروع التخرج. النهاردة جبت ايس امريكانو عليها كراميل من ابوف، مجربتهاش قبل كده فقلت ايه نجربها النهاردة مع بعض. عندي قبضة رخم، الضفر ده اتكسر، لازم يبقى في ضحايا في هذه الحرب. لذيذة. محروقة شوية أو ممكن عشان مش حاطة فيها سكر، بس حاسة إن هي لذيذة. معايا كيكة كنت جايباها جلوتين فري، هاكلها معاها. أعتقد الموضوع هيبقى ألذ يعني، بس حلوة. ممكن أديها 7-8 من 10. عايزة أوريكم أوتفيتي عشان حاسة إن أنا بقالي كتير ملبستش أوتفيت على الصورة كده. قهوة رقم 7100. النهاردة اليوم 26، أعتقد 26 عشان احنا أخدنا 24 و25 أجازة. فالنهاردة اليوم 26 من 35 يوم مشروع التخرج. اليومين اللي فاتوا كنت أنا بشتغل أعمل أي حاجة كده في البيت ليها علاقة بالمشروع، لكن معملتش أي حاجة عشان تعبت جامد قوي. كنت عارفة أتحرك من السرير ولا أتحرك في الشقة عموما، أخدت حقنة كتير كده، ورحت جلسة امبارح والدنيا مش أحسن حاجة خالص. بس إن شاء الله الدنيا تتحسن. أنا معتمدة على القهوة دي تحسن حياتي عشان أنا مش كويسة، بس أنا مش قادرة خالص. صباح الخير، النهاردة اليوم 27 من 35 يوم في مشروع التخرج. قاعدة بفكر في الفلوج دي هتبقى عاملة ازاي. محتارة انزلها على كذا بارت، يعني بارت 1 بارت 2، ولا انزلها كلها مرة واحدة. بس حاسة ان الايام كلها بقت شبه بعض وخايفة تكونوا زهقتوا، بس في نفس الوقت في ايام كتير انا مصورتش فيها حاجات كتير فقصيرة قوي. في غالبا هتبقى فلوج واحدة خلاص، بس يعني كملوا معايا للاخر. صباح الخير، النهاردة اليوم 28 من 35 يوم في مشروع التخرج. الساعة دلوقتي 11:15. أنا لسه داخلة الكلية، دي تقريبا أول مرة أتأخر كده. امبارح الفلوج كانت قصيرة قوي. ليه؟ عشان ظهري اتعكس تاني، وانا بشتغل وانا واقفة مرة واحدة ظهري وقف، مكنتش عارفة ارفع رجلي ولا اشتغل ولا اعمل اي حاجة. روحت بجد بالعافية. اخدت حقن الفولتارين، حطيت القربة، اخدت دمرة،
بس مفيش حاجة جديدة حصلت. أنا بس وقفت عياط، لكن لسه مش عارفة أدوس على رجلي ولا عارفة أتحرك ولا عارفة أعمل أي حاجة، وأنا قلقانة شوية. بس هذا الشيء المفروض هو بيترش وبيحسن الدنيا شوية، فشيت منه وعملت بالجن اللي هو المفروض يحسن برضه الدنيا شوية. وبتمنى أي حاجة تعمل أي حاجة عشان أنا بجد قلقانة. دلوقتي أشرب القهوة بتاعتي، يمكن تعديني شوية عشان أنا بجد مكتئبة جدا. إن شاء الله خير. النهاردة اليوم 29 35 يوم مشروع التخرج، ودلوقتي الساعة 9. أنا مصورتش النهاردة خالص، كنت تعبانة أوي الصبح وبدأت شغل متأخر على الساعة 3 العصر تقريبا. بس نوعا ما انجزت شوية، مش قوي. كنت عايزة أخلص النهاردة اللوحة اللي قدامي دي، بس لسه فاضل فيها الليك. حاسة إن أنا في الساعة الفاضلة دي ممكن أشتغل، فحاول أخلص شوية. خلصت اوكي، ما خلصتش هعملها بكره الصبح بشويه تركيز هتخلص. بس ده اليوم حرفيا. انا اسفه جدا. صباح الخير او مساء الخير. النهارده اليوم 30 المشروع التخرج، بس هم هيبقوا 37 يوم مش 35 يوم عشان احنا نرجع 17. بس انا بقيت اجي متاخر اليومين دول. دلوقتي الساعة 3:15. أنا وصلت هنا على 11-12 كده عشان هبقى طويل قوي لحد ما أريح عشان أقدر أشتغل عشان ظهري. بس الدنيا أحسن، أنجزت شوية كويسين، وإن شاء الله النهاردة أنجز اللي أنا عايزاه. خير عامة. هلو النهاردة اليوم 31 من 37 يوم في مشروع التخرج. مصوتش من الصبح عشان كنت تعبانة. تعالي اتفضلي سوزانا ده. ارجع صورتك كنت بترسمي بجد؟ طيب الكاميرا فصلت، بس عامة أي حد وصل لحد هنا يحط كريز الأكت كوبس عشان لو شفتوا مشروعنا ده تبقوا عارفين أنا بقولكوا تحطوا كريز ليه. عامة ده اللي وصلنا له لحد دلوقتي. عايزة أعمل بقى التلاتة اللي ورا دول، تجهز. هلو النهاردة اليوم 32 مشروع تخرج، والنهاردة تكييف باص. النهاردة اليوم 33 مشروع تخرج. يا جماعة أنا ابتديت أحط حاجتي، خلاص قربت أخلص بجد. أيوة بجد سويت حماس أوي. الحاجة خلاص ابتدت تتحط. أنت عايز تسافر يوسف بيك، فنانة عبقرية، الفنان العبقري العظيم. استنونا يوم العرض، انتظرونا. هو دي بعد العرض هتكون يعني يا ريت تكونوا جيتوا. لو جيتوا حطوا تعالوا يا جماعة وتصوروا معانا. أيوة. يعني اتمنى تكونوا جيتوا وتصورتوا معانا وفرحتوا لنا واحنا فرحنا معاكم يا رب. كده اهو بقى، كده اهو. أيوة كده اهو. ها كده اهو. انا هكمل 100,000 النهارده او بكره. 100,000 النهارده او بكره. احنا النهارده كام؟ 12/7. ايوه هنكمل 100,000. أيوة. يعني هنجيلها درع 100,000 الدرع السيلفر. ايوه درع السيلفر يا جماعه. انتظرونا كمان شويه واحنا بنحتفل. سبسكرايب. ها ايوه سبسكرايب ايوه وشير. عايزين نوصلها للمليون. يلا. وال10 مليون عشان تاخد الدايموند. خلاص يلا خلاص. انا كملت 100,000 على يوتيوب. انا بجد مبسوطه. هلو خلاص اليوم النهارده خلص. الساعه دلوقتي داخله على 11 وهقوم اتحرك دلوقتي. فاضل لي بجد تفنيشات بسيطه قوي، وفاضل لي ان انا احط الامضه بتاعتي
وابقى خلصت اللوح، فاضل بقى البرزنتيشن والبوستر وحاجات كتير كده جانبيه محتاجه اخلصها عشان هي مهمه قوي. فبكره ان شاء الله هقعد اشتغل عليها وهخلص اللوحات دي. انا بكره هفنش اللوحات دي وهمضي ان شاء الله. بكره الاحد هيبقى فاضل الاثنين والثلاث البرزنتيشن، يوم الاربعاء هعلق. بس كده حرفيا، بس كده. انا بجد مبسوطه قوي الحمد لله. هلو النهارده اليوم 34 من مشروع التخرج. حسيت ان انا اتخضيت لما قلت الرقم. انا خلصت I guess. خلصت، فاضل بس ان انا امضي، لو في اي حاجه هدهنها وخلاص. انا قلقانه بس خير. انا قوي بطني وجعاني جدا بس خير بس يعني. هلو النهارده اليوم 35 من مشروع التخرج. خلاص فاضل الثلاث 4 وهنعرض الخميس. النهارده مشتغلتش في الكليه قوي، قعدت بس اعمل سيرش عشان شويه قعدت اعمل سيرش عشان شويه سكتشات. الجمله دي كانت صعبه، انا مش عارفه وصورت انا وشذا التيزر او الفيديو التشويقي للمشروع. عشان مش عارفه اتكلم النهارده. دلوقتي هروح عشان عندي بس علاج طبيعي عشان ظهري بجد بيتوفى. انا تقريبا ما صورتش النهارده خالص ومش قادره اصور خالص. اليوم خلص، اعتبروا اليوم خلص. بكره احتمال ما اجيش، عايزه اجي عشان صحابي بس انا ظهري بجد وجعني ومش قادره خالص. بفكر بكره ما اجيش واقعد اشتغل من البيت واشتغل على حاجه البرزنتيشن عشان اطبع واعلق يوم الاربعاء. هنشوف بس يعني خير. باي. صباح الخير جماعه. النهارده اخر يوم في الفلوج. بكره مشروع تخرج. حاليا قاعده بظبط الحاجه اللي هعلقها. انا بجد متحمسه قوي ومبسوطه قوي. بس انت متاثره قوي وبطني وجعاني وعايزه اعيط ومتوتره وفي 500 احساس انا حاسه بيه دلوقتي. بس خلاص هانت.